ربع ساعة. 3 سنوات فقط كانت كفيلة في قلب صورة المنتخب المصري رأسا على عقب، من بطل لا يقهر لإفريقيا ومحطم لأرقامها القياسية إلى قوة خائرة أو ذئب عجوز نالت منه كل الظروف القاهرة التي عاشتها وتعيشها مصر على الصعيدين السياسي والأمني، وسط اتحاد غارق في المشاكل ولملمة تداعيات الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولوائح تقفز من هنا وترفض من هناك. 6 أهداف أصابت الشباك المصرية في كوماسي مقابل هدف واحد لم يكن كافيا لرد الاعتبار أو لإعادة الأمل. سقوط أقل ما يقال فيه إنه سقوط مريع، والخسارة كانت فادحة بكل المقاييس، باعتبار أن تعويضها بات ضربا من المستحيل على طريق حلم تبدد بعد 24 عاما من الانتظار، ودون أن يكون في ذلك انتقاصا من قدرات منتخب غانا المترع بالنجوم المحترفين كأساموا وسولي مونتاري وميكائيل إسيان وسواهم من نجوم الأندية الأوروبية الكبيرة. أداء دون المستوى فاجأ حتى الغانيين في كوماسي وأكثر المتشائمين في القاهرة. ظروف إعداد المنتخب وقلة النشاط المعتاد في ملاعب مصر كشفت عورات المنتخب الذي كان حتى الأمس القريب اسما يهز إفريقيا، كشفته في الاختبار الأصعب والمكان الأصعب على حد سواء.